كلكم طلبتوا مني لفة الحجاب اللي انتوا شفتوها في فيديو الرفايع، فانا قررت ان انا اعملها لكم. مبدئيا كده انا لابسه حاليا دلوقتي كده حجاب اللي هو السوري ده، احنا نعتبر كده ان انتي على شعرك، تمام. انا تحت الطرحه مش بلبس باندانا، الباندانا دي انا مش بلبسها، انا بلبس سكارف. عارفين السكارف ده اللي فيه بنات بتخرج بيه؟ هو ده اللي انا بحطه على شعري، عشان لما بلبس الباندانا بحس ان هي لازقه في راسي، مش بحبها. لو انتي بتحبيها البسيها عادي. اول حاجه ببدا بيها على شعري على طول هو السكارف. بلف السكارف كده. بصوا بقى، السكارف ما بيبقاش لازق في الراس كده، ولا محسسك ان انتي ما عندكيش اي شعر، بيبقى لازق في الشعر ده، بيبقى كده محطوط على الشعر بس مش لازق. بعد ما ربطت السكارف حطيت الطرحه كده وحطيتها متوسطنه، وهي اساسا الطرحه دي خامتها هي اللي بتعمل التعريجات دي كده زي ما انتوا شايفين. فدلوقتي نازل موضه ان انتي تمشي بيها مفكوكه كده، فطبعا احنا مش عايزين نبين رقبتنا، فهنعمل ايه؟ خلاص انا حطيتها، افتحها كده واخد الجزء ده من جوه كده، تمام. المفروض بقى مش هيبقى فيه دي، انت هتبقي لابسه سكارف او بندانه، فهتحطي الطرحه من هنا تثبتيها الدبوس، وتلفيها من هنا وتثبتيها بدبوس، تمام كده. انت هتبقي قفلتي منطقه الرقبه وفي نفس الوقت عامله الطرحه فك. خلاص انا كده ثبتها من هنا ومن هنا، اوكي. هرجع الطرحه كده وتبقى فك. شايفين؟ كمان عملت من هنا تمويجات كده. ادي اهي الطرحه جت كده، الناحيه دي مش بعمل فيها اي حاجه، تمام. وادي النص التاني اهو. ولو انت لابسه بقى جاكيت او بليزر او حاجه ممكن تدخليها كده من جوه زي ما انتوا شايفين اهي. الطرحه اصلا فكه كده، وفي نفس الوقت رقبتك متغطيه، لابسه من تحتها بندانه بس او سكارف. بصوا اتعملت في ثواني. هي كل الفكره ان انت تثبتي من هنا بس ما تاخديش من قدام اللي هي فيها اللولي. ايه الفرق بقى ما بين الطرحه دي الاوريجينال بتاعتها والتقليد؟ دي كويتي اصلي، طبعا هي مش من الكويت بس هي دي الاصلي بتاعتها. الاصلي فيها بتبقى طريه، شايفين عامله ازاي؟ هي اصلا ما بتتحط بتاخد هي الشكل ده زي ما انتوا شايفين. بصوا دي الكوبي، شايفين لونها كده؟ يعني شايفين سوادها؟ سواد حلو كده والله، عجبتني. بس هي فيها عيب هقول لكم عليه. ودي الاوريجينال، شايفين الفرق؟ دي فيها لمعه كده، دي ما فيهاش لمعه مطفيه زي اللي انا لابساها. الاتنين دول اوريجينال لكن دي كوبي. انا بحب الكوبي وكل حاجه، بس عندي مشكله واحده معاها ان هي بتبقى واقفه، يعني ما تقدريش تاخدي منها نفس التعريجات دي او نفس الليونه. يعني بتعمل طبعا بس مش بنفس الدرجه. شايفين دي وهي مفكوكه عامله ازاي؟ هي اصلا واخده الشكل ده، تمام. بصوا التقليد، دي التقليد عادي، يعني عمرها ما هتعمل معاكي كل التمويجات دي، هتبقى مفتوحه بس مش هتعمل معاكي الشكل اللي هو عامل كده ده، فاهميني؟ بصوا يعني انا كده سايباها اهو. طب ماشي اعملي اي شكل، مش هتعمل معاكي اي شكل. بصوا بقى هوريكم السودا الاوريجينال. طب اعرف ازاي انها اوريجينال؟ من سعرها حضرتك، دبل السعر اهي. دي الاسود الاوريجينال، بصوا برضو خدت التمويجات زي الجراي بالظبط اهي، زي ما انتوا شايفين خدت نفس التمويجات بتاعت الجراي، عشان هي الخامه نفسها هتاخد معاكي التمويجه دي. شايفين؟ استنوا نشيل الجراي. برضو الطرحه اهي متوسطنه، لفها معاكم. بناخد الحرف من هنا من جوه، من هنا بس من جوه، يعني مش من على الحرف، من الناحيه دي من جوه. هتاخدي دي كده تثبتيها ودي تثبتيها. استني اثبتها معاكم. انا جايبه الاسود من غير اللولي، لكن انا برضو يعني ممكن الخطه الجايه اجيب اسود بلولي تكون اوريجينال، عشان دي عندي بقالها كتير قوي. خلاص ثبتها بدبابيس اهي من جوه. شايفين؟ برضو سايحه كده وشكلها قمر يعني. شايفين ده شكلها؟ عرفنا الفرق طبعا ما بين الاوريجينال وما بين المضروب. على فكره انا بحب المضروبه بس ما لفهاش اللفه دي، لان اللفه دي هيبقى شكلها باينه جدا، لكن انا بحب سوادها، سوادها حلو جدا. بصوا سوادها، يعني سوادها اعلى من دي، لكن دي طريه اكتر، عشان كده تعرفي ان هي دي الاوريجينال. تعالوا نشوف الفرق لما احط الكحل الاسود اللي كلكم سالتوني عليه. انا بحس ان انا ما اقدرش اعيش حياتي من غير الكحل الاسود ده، يعني حاجه رهيبه بصراحه. بحط في الجفن اللي تحت وبحط في الجفن اللي فوق. ايه رايكم يا بنات؟ في اختلاف رهيب، يخرب بيت كده. ما قلتولوش ليه في اول الفيديو احط؟ وهو ده القلم ام ان الماتيك. بصوا حطيت كده الاسود اهو، هحط تحتيه كده. هو دلوقتي مدي ضي ازرق عشان كنت حاطه لون ازرق شادو، فبحط تحتيه براون. في العادي بحط براون، لكن المره دي بس عشان كنت حاطه ازرق فسيبته. لكن ايه رايكم؟ في اختلاف صح؟ في اختلاف اكيد في اختلاف يعني. سواده حلو قوي بصراحه.
دلوقتي كده اكون رديت الكحل بتاعك منين ولفه الطرحه ازاي وخلاص كده. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه تانية تحت الفيديو على طول. تعالوا بقى اوريكم الفرق ما بين الكوبي وما بين التقليد. ما بين الكوبي وما بين التقليد، ما الاتنين واحد يا خيبه.